تفاصيل العثور على جثمان المفقود الكويتي مبارك الرشيدي، وأبو طلال الحمراني يكشف تفاصيل مقتله، حيث كتب عبر حسابه في تويتر: اختصار السالفة، في مصر كان يتعاطى مع المتهم حسن في عزبتهم، ودخل عليهم مبارك علي الرشيدي وغضب، فقام حسن بضربه بقطعة حديد وقتله، وطلب من المصري أن يخفي الجثة بعد لفها برواق الخيمة والذهاب بها إلى بر السالم. يتبع. وكان قد أعلن شقيق المفقود الكويتي مبارك علي الرشيدي الذي اختفى قبل نحو 3 أشهر أنه تلقى اتصالا من الجهات المعنية أبلغوه فيه بالعثور على جثمان شقيقه مبارك. وذكرت وسائل إعلام كويتية أنه تم العثور على جثمان الشاب الراحل في كونتينر بمنطقة السالمي ملفوفا بسجادة.